هذه إذاعة إرنا. من إرنا الدولية في باريس نحييكم في مستهل برامج هذا اليوم الجمعة، وفي مستهلها نهنئ الشعب الإريتري والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1442، متمنين أن يكون عام خير وبركة وسلام وأمن في ربوع بلادنا والعالم أجمع. في برنامج نافذة ثقافية تتابعون سادتي الجزء الأول من المقابلة التي أجريناها مع الدكتور الكاتب الناقد سيد شعبان. نبدأ الفترة بنشرة للأخبار، هذه مقدمتها. الإريتريون العالقون في إثيوبيا يضطرون إلى دفع أكثر من 6000 بر إثيوبي للعودة إلى إريتريا بطرق غير قانونية. حركة كفاية الإريترية فرع إثيوبيا تؤكد قدرتها التواصل مع الداخل وتعد الشعب بخطوات وتغيير في استراتيجياتها. مسؤول بارز في وزارة عدل مجموعة أسمرة يقول: آن الأوان لمواجهة ألاعيب حكومة أسمرة بمشاريع مغايرة ومناورة إماراتية أمريكية بالذخيرة الحية لمواجهة التهديدات بالمنطقة. أحمد شريف يحييكم مجددا ويقرأ عليكم تفاصيل النشرة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ضربت حكومة أسمرة حجرا كاملا على الشعب نتيجة جائحة كورونا، ومنعت الدخول والخروج من إريتريا جوا وبرا، حيث يضطر المواطنون العالقون في إثيوبيا الذين وصلوا إليها لأغراض متعددة كالتجارة أو زيارة الأهل يجبرون إلى دفع أكثر من 6000 بر للعودة إلى بلادهم بطرق غير قانونية. وقد تم وقف كل الرحلات من وإلى إريتريا منذ 5 أشهر نتيجة انتشار جائحة كورونا، في الوقت الذي تقوم فيه رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية بتسجيل زيارات للمسؤولين من وإلى البلدين، علما بأن الإريتريين العالقين في إثيوبيا يضطرون للوصول إلى إقليم تيغراي عن طريق استخدام المواصلات البرية بدفع أكثر من 5000 بر إثيوبي، إضافة إلى تكاليف الوصول إلى إريتريا التي تزيد عن 1500 بر إثيوبية. وقد أكدت الأنباء أن العالقين منيوا بخسائر كبيرة نتيجة مكوثهم في إثيوبيا أكثر من 5 أشهر. ناشدت حركة كفاية الإريترية فرع إثيوبيا كل الإريتريين للعمل من أجل تحقيق أهداف حركة كفاية الإريترية في العالم، المتمثل في اقتلاع الطغمة الحاكمة في أسمرة من جذورها. وأشارت الحركة فرع إثيوبيا أن المواطن الإريتري ينتظر من الحركة العالمية القيام بخطوات أكثر تقدما تساعد في اجتثاث العصبة الحاكمة في أسمرة وإيجاد البديل الوطني الجاهز لتولي زمام الحكم في البلاد. كما تطرقت الحركة فرع إثيوبيا إلى ألاعيب رأس المجموعة الدكتاتورية في أسمرة، المتمثل في اتفاقية السلام بينه وبين وزراء إثيوبيا، حيث لم يحقق منها الشعبان شيئا ملموسا، مستهجنة الدعاية الإعلامية التي تطلقها حركة أو حكومة أسمرة ومزاعمها بشأن مواجهات محتملة بينها وبين حكومة إقليم تيغراي الإثيوبي، مفندة في الوقت ذاته تلك المزاعم من أصلها، مؤكدة قدرة حركة كفاية الإريترية اليوم على التواصل مع الداخل أكثر من أي وقت مضى لجعل النهاية الأبدية لعربدة حكومة أسمرة. وأشارت الحركة فرع إثيوبيا أنها تمكنت في الآونة الأخيرة من زيادة أعداد ونشاط عضوية حركتها داخل إثيوبيا ورفع مستوى وعيهم السياسي بما يحفظ سلامة وأمن الإريتريين في عموم إثيوبيا، بما في ذلك حل المشكلات التي يعاني منها اللاجئون في المعسكرات. وأكدت في ذات الوقت أنها اليوم بكامل قواها واستعدادها لتوسيع دائرة التواصل مع حركة كفاية بالداخل، وأعلنت جاهزيتها للقيام بخطوات غير مسبوقة لم تفصح عنها. يذكر أن حركة كفاية الإريترية هي حركة إريترية سياسية تمكنت في وقت وجيز من تأطير الإريتريين الحادبين على مصلحة الوطن في الداخل والخارج، وهدفها الأساس وضع نهاية أبدية باقتلاع العصبة الحاكمة في أسمرة من جذورها. لازلتم سيداتي سادتي تتابعون نشرة الأخبار من إرنا الدولية. صرح عضو بارز في وزارة عدل حكومة أسمرة بأنه قد حان الوقت لمواجهة ألاعيب حكومة أسمرة بشكل عملي،
سيما وأن المجموعة باشرت في استخدام كل الوسائل غير القانونية لإبقاء إريتريا دولة ذات ارتباط مباشر بالوضع السياسي الإثيوبي، مشيرا إلى خطورة ذلك من الناحية القانونية. وأكد العضو البارز بوزارة العدل في نظام أسمرة حرصه وإصراره على كشف أباطيل وأراجيف نظام أسمرة التي لا يهمه إلا مصلحته المتمثل في البقاء على كرسي الحكم، حيث يسخر مبالغ ضخمة لتمويل وسائل إعلامية غير رسمية للقيام بحملات إعلامية تستهدف الشعب الإريتري بمختلف الأساليب. وقال المصدر القانوني البارز إن رئيس إريتريا غير المؤهل يركز الآن على القضايا السياسية في إثيوبيا، كما لو أنه الرئيس الفعلي لها من جهة، وإيهام الشعب الإريتري أن مستقبله الآمن والسلمي مرتبط بالأوضاع السياسية في إثيوبيا من جهة أخرى، داعيا المصدر العدلي العالي المستوى القوى السياسية الإريترية والناشطين ومنظمات المجتمع المدني إلى تدارك الأمر والتصدي لمثل تلك المشاريع الخطيرة قبل فوات الأوان. في إطار تنشيط الحركة السياسية في الداخل، ناشد أعضاء طالبي الحرية والعدالة في إريتريا القوى السياسية والناشطين وضع أمان الشعب الإريتري في الحرية والعدالة والديمقراطية التي ينتظرها أولوية قصوى. وقال أعضاء الحركة في الداخل: ما دامت بعض قوى الأحزاب المعارضة والمقاومة لا تضع خلافاتها جانبا وتتوحد تحت الأولويات الأساسية للشعب، فإنها ستتعرض دوما إلى هجوم خارجي. وأضافوا أنهم قلقون من التأثير الذي تحققه مجاميع نظام أسمرة عبر التغلغل في المجتمع الإريتري وسط المنادين بالحرية لزعزعة الثقة فيما بينهم. وفي الوقت الذي أصبح فيه النضال والتصدي لمخططات حكومة أسمرة رغبة حقيقية، فإن إمكانية إحداث التغيير أصبح أقوى الآن من أي وقت مضى. وأكد المطالبون بالعدالة والحرية ضرورة التركيز على الهدف الرئيس من خلال التعرف على أهداف حكومة أسمرة وإحداث التغيير المنشود. في الخبر الأخير، أجرت القوات الإماراتية الأمريكية تمارين بالذخيرة الحية في الخليج العربي، وخلال التمارين تم إجراء عمليات مندمجة بين القوات البحرية الإماراتية والأمريكية بشكل منتظم لمواجهة التهديدات وضمان حرية الملاحة والتبادل التجاري في جميع أنحاء المنطقة على حد قولهم. وفي مارس آذار الماضي أجرت قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات الإماراتية مناورة عسكرية شهدت محاكاة للاستيلاء على مدينة مترامية الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، وقد تمت المناورة في قاعدة الحمراء الإماراتية رغم تعليق مناورات أمريكية في المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا. وشهد تدريب القوات المشاركة الاستيلاء على برج مراقبة في المطار ومصفاة للنفط، كما أجرت قوات المارينز عمليات تفتيش في الشوارع الضيقة بحثا عن قوات وهمية معادية. في ختام النشرة إليكم عناوينها مجددا. الإريتريون العالقون في إثيوبيا يضطرون إلى دفع أكثر من 6000 بر للعودة إلى إريتريا بطرق غير قانونية. حركة كفاية الإريترية فرع إثيوبيا تؤكد قدرتها على التواصل مع الداخل وتعد الشعب بخطوات وتغيير في استراتيجياتها. مسؤول بارز في وزارة عدل حكومة أسمرة يقول: لقد آن وقت المواجهة لألاعيب الحكومة بمشاريع مغايرة ومناورة إماراتية أمريكية بالذخيرة الحية لمواجهة التهديدات بالمنطقة. نهاية النشرة. السلام عليكم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. وفي نافذة اليوم سعيدين أن يكون ضيفنا الدكتور السيد شعبان جادو عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية. والدكتور سيد شعبان هو أديب وكاتب بالصحف المصرية والعربية، نشر له أكثر من مجموعة قصصية سنتحدث حولها وإياكم سيداتي سادتي. دكتور سيد جادو عبد الوهاب شعبان، السلام عليكم ومرحبا بكم في
إذاعتكم إذاعة إيرينا. تفضل سيدي أسمعه. تفضل سيدي الكريم، نرحب بك في هذه الحلقة من برنامج نافذة ثقافية. مرحبا، وحيا الله الضيوف الكرام والمستمعين الأعزاء، لعلها تكون أول صلة بيني وبينهم في حوار أدبي متجدد يدوم عبر الأثير، أثير إذاعة إيرينا. شكرا لكم سيدي. سيدي الكريم، والله أنا أسعد بهذا اللقاء، ويربطنا بمصر الحبيبة ومصر التاريخ والعروبة ومصر الثقافة والريادة. دكتور سيد شعبان، ومصر تحتفي وتجل كل من يجلها ويحترمها ويوقرها، فمصر هي نبض العروبة وعز الإسلام وشرف الأدباء ومعقل العربية. يا سلام، ولا ينكر دور مصر الثقافي والديني والعلمي والتاريخي والحضاري والتنويري، وكذلك الاجتماعي والفلسفي، وكل شيء لا ينكر دور مصر إلا من به خبل في الذهن والثقافة. نعم. وما إلى ذلك. دكتور، نعم، لعلنا لو بدأنا بحديث ومقولة قالها الشاعر فاروق جويدة من مصر العربية، عندما قال: مع كل ما قلناه فيقول لا أنت مصر ولا السماء سماك، مدي يديك تكلمي لأراك. باعتبارك كاتب وأديب، ما الذي دفع فاروق جويدة الشاعر الجميل أن يقول ذلك البيت في قصيدة طويلة جدا جدا، وحضرتك أكيد تكون قريتها؟ كيف تقرأ مقولته تلك دكتور سيد شعبان؟ والله أنا أرى أن مصر هي مصر بعبقها وبرجالها وبعظمائها وبأدبائها الخالدين وبعلمائها النابهين. مصر أمير الشعراء، مصر تلك المتنبي الذي جاءها وقال فيها ما قال. مصر هي البارودي وحافظ وكل هؤلاء العظماء. فإن كان لا يرى مصر هي مصر التي في خاطره، لكننا لا نتفق معه. ربما تمر الأمم والشعوب والدول بفترات كبوة، لكنها سرعان ما تستفيق وتنهض وتقول ها أنا. نعم. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، هكذا قال حافظ. ولا تزال مصر تراتها فرائد هذا العقد الذي تزدهي العروبة به. فمصر تسع الجميع. قد قيل في الأثر إن مصر تسع العالم جميعا، وقالها يوسف في كتاب الله العزيز حين قال اجعلني على خزائن الأرض. فمصر هي الحضارة، فمصر هي التاريخ، فمصر هي الثقافة والإبداع. مصر النيل والهرم والجامعة الأم التي احتضنت العرب جميعا من المحيط إلى الخليج. نعم نعم، ما في شك. من ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثير. نعم. شاقي. نعم، صدق الشاعر. نعم. طيب دكتور، حتى ما نتعرف على حضرتكم المستمعون الأعزاء في كل مكان، ليتكم قدمتم لنا سيرة ذاتية مختصرة عن خبرتكم العلمية والأدبية وكذلك التربوية والتعليمية. نعم، أنا نشأت في قرية على أعطاف النيل على فرع رشيد، والنيل عندنا هو شريان الحياة، كما قال هيرودوت قديما: مصر هبة النيل. وأضيف إليه مقولة جمال حمدان رحمة الله عليه في كتابه وسفره الرائع مصر دراسة في عبقرية الزمان والمكان، أن مصر هبة النيل والمصريين، فلولا النيل ما كانت مصر، ولولا المصريون بجلدهم وبعظمتهم ما كانت مصر. فأنا نشأت على ضفاف النيل فرع رشيد في قرية تسمى كفر مجر. هذه القرية يحوطها النيل ويعانقها ويعاكسها ويغازلها صباح مساء، فكأنما تيار الموج قبل عاشق لهذا الوطن، لهذه البلدة الطيبة.
اتسعت عيناي على مرأى النيل والمراكب الشراعية تجوبه آنا بعد آن، والصيادون يخرجون الأسماك، والفلاحون ينقلون بضائعهم، والأشجار تزدهي، والخضر والفاكهة على ضفتيه. فكان النيل مسرحا لكل الحكايات التي تلقى في الموالد وتقال في جلسات الليل. فكان عندنا العاشقة والنداهة التي تخرج، أي عروس النيل، وتخطف وتزدهي وتتزين لأجمل الفتيان وتغوص بهم إلى قاع النهر. فكانت الجدات والأمهات كثيرا ما يحذرن الأبناء من هذه النداهة التي تخطفنا. حين نسبح في النيل لا نتوغل كثيرا، فهناك جدنية حمراء أو صفراء تتربص بأجمل الفتيان فنكر عائدين. نشأت وهذه هي الحالة، فاختزنت من النيل الحكايات. نعم. ما طيب. تعلمت. نعم. تعلمت في مدارسها. نعم. في واحدة من قصائدي أنا قلت: النيل يرسم فيك أجمل لوحة وقصيدة ثملت فهام نديمها. يعني فعلا النيل طبعا ما في شك. طيب دكتور، بعد ذلك إلى أين انتقلتم من تلك القرية إلى المدن؟ ودايرين نعرف. أنا تعلمت في مدرسة القرية الابتدائية ثم الإعدادية، وقد فتحت هذه المدرسة، وشاء الحظ أن تبنى المدرسة على أنقاض مقابر الأجداد القدماء الذين عفى أثرهم على مرور الزمن. فكانت مقابر المجرية تحكي جدتي عنها، وكنا ننقل عظام الأجداد ويعني نلقي بهم في حفرة جوار النهر كأنهم يعودون إلى الأرض الطيبة، ويعني يروي إن صح الكلام النهر عظام الأجداد ويسقيهم. فبنيت المدرسة على ضفاف النيل، المدرسة الإعدادية. فكنا نرى المدرسة ونرى النهر صباحا أجمل ما يكون الصباح. يا سلام. ودرجت الحياة بنا حتى كنت في المرحلة الثانوية العامة، وتحصلت على مركز متقدم في الدراسة الأدبية، والتحقت بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة. طيب دكتور، في كلية نعم سيدي. في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، متى كان ذلك؟ نعم. ومن كان من معلميك وأساتذتك؟ يا لروعة دار العلوم، ويا لروعة جامعة القاهرة، تلك الجامعة الأم التي يعني للعرب أن يزدهوا وأن يفتخروا بها. ما في شك. فكان من أعلام الذين درسوا لي كمال بشر عليه رحمة الله عليه. ودرس لي عبد الصبور شاهين. ودرس لي أحمد عبد المقصود هيكل الوزير المثقف، ذلك أعظم من تولى وزارة الثقافة في العرب، هو الدكتور أحمد هيكل عليه رحمة الله. ثم عميدها الأسد الهزبر الدكتور محمد بلتاجي حسن، ذلكم الفقيه، وكثير من الأعلام. وإن أنسى لا أنسى الطاهر مكي، وأبو همام عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم، الأستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم أبو همام، وفاروق شوشة. هؤلاء الأعلام الذين درسوا في دار العلوم، وغيرهم كثيرون، محمد يوسف حبلص، وحسن الشافعي ذلكم العملاق الذي يتولى الآن رئاسة مجمع اللغة العربية في القاهرة. يا سلام يا سلام. وأعلام الدراسة الأدبية واللغوية والفقهية من الذين درسنا في دار العلوم نماذج الأدب العربي. فأول ما تفتحت عيناي على القصة والرواية كانت من الطاهر مكي، ذلكم الرجل العملاق الذي جاء بفكر جديد وبإبداع مغاير. كنا يا سيدي نحتفي به ونجلس تحت قدميه إذا ما ألقى شيئا من القصة القصيرة أو أبدى نقدا لإحداها، كأن
الطلاب على رؤوسهم الطير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عفوا لمقاطعتكم دكتور. أولا ننوه عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة أن المتحدث إليكم هو الدكتور السيد شعبان جاد عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، وهو الأديب الكاتب للصحف المصرية والعربية. وحقيقة دعني دكتور اسمح لي أن أشرح كيف تعرفت عليكم للمستمعين الكرام. حقيقة أنا تعرفت وشرفت أن أتعرف على السيد الدكتور شعبان من خلال هذا الإسفير الإلكتروني بكل ما فيه من أشياء وأشياء، لكنه يجمعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بمثل هؤلاء العلماء الذين نتشرف بهم. وحقيقة ربطت بيني وبين الدكتور السيد شعبان هذه الوشائج العلمية والإعلامية، وأنا شاكرا فضلكم دكتور أن تكبدتم المشاق أن نجري هذه المقابلة. أنا في أستراليا وأنت في الدنيا القاهرة التي نحب، ومن لم تطأ أقدامه مصر الهوى خسر الحياة وما درى خسرانها، من لم يذق نيل الحياة بغرفة لم يشف ما في النفس من أهوالها، بدر الزمان وأنت آية خلقه في الذكر يتلى رسمها بل اسمها. هذه واحدة من القصائد التي كتبتها أنا وأتشرف في مصر التي كما قلت دكتور. دكتور نأتي. نعم سيد. من تذكر من أبناء وادي النيل وأنت في كلية العلوم بجامعة القاهرة؟ من تذكر من السودانيين، من غير السودانيين، من الإريتريين ومن غيرهم من الأفارقة والعرب؟ كما ذكرت لكم إن دار العلوم احتفت بالأدب العربي نعم. في مشرقه ومغربه، فكان حظنا في المرحلة الثانوية أن تعرفنا على محمد الفيتوري. يا سلام. ذلكم الشاعر الذي تجمعت فيه 3 دول، بل قل 4، إنه السوداني، المصري، الليبي، وقد يقولون الجزائري أيضا. والإنساني محمد الفيتوري، نعم، الإنساني الذي تحدث عن أغاني إفريقيا وعرفنا بإفريقيا وبآلامها وبنهضتها وما فعلته يد الشر وغوائله في استنزاف ثروات ومقدرات العرب والمسلمين في هذه البلاد. إليكم التجاني يوسف بشير، ذلكم الذي كتب إشراقة، والطيب صالح الذي تعرفنا عليه من موسم الهجرة إلى الشمال، وغيرهم كثيرون من أدباء العرب. نعم. نعم. وكما يقال يعني ليس بالضرورة أن يعايش الأديب. وكنا يعني لازلت أحمل في ذاكرتي تلك الخريطة التي كانت توزع علينا في مدارسنا، وكانت باللون الأخضر فتضم إريتريا إلى الوطن العربي. فكنا نفرح كثيرا أن هذا البحر العربي هو البحر الأحمر وبحر عربي. فكانت الفجوة التي ترسم الآن ما بين السودان وجيبوتي لم تكن موجودة، فكانت إريتريا تنضم وهي بالفعل عربية اللسان فصيحة البيان، فكنا نتابعها يا نعم. شكرا لكم دكتور. وهذه هي حدود رسمها الاستعمار، ليس إلا نعم. نحن. وكان الخديوي إسماعيل يضم قد دمر زيلع وأسمر إلى وطننا العربي، إلى منابع نهر النيل. كان رجلا فطنا أدرك أن النهر يبدأ من تلك البلاد. جميل دكتور. ونحن في يوم من الأيام إن شاء الله سنفرد مساحة سترفرف رايات العروبة على كل مكان، وسيحتويها العرب بأفئدتهم وبوجدانهم. نعم، هي جارة البحر طبعا ما في شك يعني، وما يربط إريتريا بالمنظومة العربية والدول الإفريقية، والتاريخ شاهد على ذلك ما في شك دكتور.
لكن عرضا كما ذكرت دكتور، إن شاء الله سنفرد مساحة من النقاش لأدب الطيب صالح والتجاني يوسف بشير رحمهم الله وغيرهما من الأدباء والشعراء. طيب دكتور، فيما تخرجت من كلية دار العلوم؟ هل التخصص كان لغة عربية بحتة أم شيء آخر؟ أنا تحصلت على الماجستير سنة 2013 في موضوع الجهود الصوتية عند أساتذة دار العلوم. اشرح لنا الفكرة. نعم، هذه دراسة أكاديمية أشبه بأن تكون رصدا لتأثير الغرب في دارسي اللغويات من علماء العرب النابهين الأوائل. فدار العلوم هي أول كلية عربية ابتعثت طلابها لينالوا من الجهد الصوتي في الغرب. فكان الدكتور عبد الرحمن أيوب والدكتور تمام حسان والدكتور كمال بشر والدكتور أحمد مختار عمر والأستاذ الدكتور سعد مصلوح والدكتور محمد فتيح، هؤلاء هم رواد الدراسة الصوتية في عالمنا العربي. بما معنى الدراسة الصوتية؟ نعم، أنت في القديم العرب كانوا يدرسون علوم القرآن تحت ما يسمى القراءات وفنون التجويد. نعم. دراسة ذاتية مباشرة، يجرون نطق الصوت على أعضائهم النطقية الصوتية بدءا من الحنجرة وانتهاء بالشفتين. لكن الغرب درج في نهضته العلمية على قياس الذبذبات والترددات وتداخل الأصوات بحسابات علمية دقيقة. فخلصت إلى أن العرب الرواد حين درسوا جهد سيبويه والخليل بن أحمد وابن جني وهؤلاء العلماء القدماء لم يفرق عملهم عن عمل هؤلاء المحدثين إلا بقدر ما تتيح الدراسة المعملية من رصد ومن تحليل بيانات. فوجدنا أن جهد السابقين يجب أن يحتفى به وأن ينبه عليه، ولا ننكر جهد المحدثين فيما نشأوا عليه وفيما درسوه من معامل الأصوات وقياس الذبذبات والترددات. فكانت دراستي هذه التي خلصت إليها من أثر الأصوات، دراسة الأصوات العربية بمناهج البحث الصوتي الغربي. وكانت دراسة ميدانية ولا دراسة كانت دراسة وصفية. نعم، لأن الميدان هنا ميدان الذين رحلوا لا أستطيع أن أجالسهم، لكن عملت على جهدهم وعلى منشأهم الذي تركوه. طيب. كانت دراسة كبيرة اتسعت لحوالي 500 ورقة من القطع الكبير. نعم. ومن كان المناقش والمشرف العام؟ شرفت بإشراف أستاذ الدكتور محمد يوسف حبلس، أستاذ علم اللغة والمعاجم العربية في جامعة القاهرة كلية دار العلوم، وهو يعمل الآن أستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود. جميل. هذا كان مشرفي. ومشرفي الخارجي الأستاذ الدكتور فريد يوسف حيدر، وكان الدكتور فريد حيدر نائبا لرئيس جامعة الفيوم. والمناقش الداخلي الآخر الأستاذ الدكتور مصطفى صلاح قطب. طيب دكتور، دعنا استسمحك أن نتوقف هنا لأنه زمن الحلقة قد انتهى، ولكن سنكمل معك الحديث بعد قليل لنواصل معك التسجيل لحلقة في برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إرنا. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات الفضليات، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية
وقد استمعتم إلى الدكتور السيد شعبان جاد عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، وهو الأديب الكاتب بالصحف المصرية والعربية، نشر له أكثر من مجموعة قصصية ودراسات في النقد والأدب. شكرا لك سيد الكريم، وتقبلوا تحيات محدثكم أيها الإخوة والأخوات أحمد شريف برفقة زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا.